الموضوع اللي عندنا موضوع جدا صعب، تقشعر إلى الأبدان، موضوع مؤلم. ناس قاعدة على حب الله، مهجرة، عافت بيوتها هربا من العنف، خوفا من العنف، راحت للنجف، لقت نفسها أمام ابتزاز البعض من المتنفذين، أما الهجرة من جديد أو رضوخ للمتعة. سكان حي الشوافع اللي بالنجف القريبة من ضريح الإمام علي عليه السلام اللي يبعد كيلومتر واحد، طرحوا مشكلتهم لكاميرا أهل المدينة اللي زارتهم ونقلت معاناتهم من خلال هذا التقرير. هذا الحي الفقير هو حي الشوافع، والذي يقع عند منخفض بحر النجف، ويبعد الحي قرابة الكيلومتر واحد عن مرقد الإمام علي عليه السلام. هنا يتم تهجير ساكني هذا الحي قسرا من منازلهم إذا رفضوا الانصياع لضوابط حركة عقائدية متطرفة يدعي القائمون عليها بأنهم يمهدون لظهور الإمام المهدي المنتظر. خويا اجوز العراقيين والفلسطينيين ايش رادوا منك؟ خويا ذولا اجوني رادوا مني زواج متعة للباكستاني، عندهم مشروع ومشوا على المنطقة كلها مو بس أنا، قالوا خواتك ذني كلهن وياك فلانة وفلانة وفلانة. شنو السالفة؟ قال أنت رجلك مو يمك 40 يوم، لذلك يحق لك تتزوجين متعة من الأخوة ذول الباكستان وأخيار الناس، ناس نعرفهم وإحنا كفيلين بهم. ما يصير هيك شغلة، أنا مرة متزوجة، شو هذا اللي يروح ويتردد علي؟ استغل نفوذه وهددني، قال لي إذا ما تقبليني بهاي الشغلة ما تبقين بالمنطقة، هاي المنطقة إني. ليش ماكو حكومة، ماكو ناس؟ واني بيد قوة لملمته، هذا قوة سويته والله العظيم، وقايضني عليه وقال لي شوفي ما تبقين هنا، وهددني بطريقة ومع الأسف نفذها. واني هسه متهجولة بالبيوت، علي القى قبض من قبل السلطات، ما اعرف الجرم اللي عندي شو مسويه ما ادري، اخاف اروح اتقدم واحكي هاي الحكاية، اخاف يدبوني سجن، وهو هذا مرتب لي مؤامرة. يضغطون علي انا بشروط غير طبيعية، يعني جاي يضغطون علي على بناتي، قلت تعي طي بناتك، بيعي بناتك باكستانيين، انت مرة مطلوبة وما عندك، تعي بيعي بناتك على مو شنو احنا نوفدينك ونبني لك ونقعدك. وجاي يجبرني يقول لي عوفة رجلك، رجال كبير السن ها ومريض ها، يقول لي تعي طلقي من رجلك وتعاي احنا نعقد عليك. اجولوا العالم يعني، شوف تفضل بيتنا يعافون يعني، نص هنا نايمه ونص بكربلاء، يعني من كثر ما هاي حتى جهنم نص بكربلاء يم العالم الخليج. مهاجرين من بغداد احنا، تهجرنا من وراء الارهابيين، تالي متالي سجانا بكرام، يعني اسمع يطلع لكين ها، يجي كل ساعه يسمع الحكايه ها، وين هاي وين لك، يعني يريد غير سالفه، يقول متعه وما شنو، هجوي لك 15 بيت من وراء شنو، ما يحصل منها شيء يرتكب عليه. وانا رجال معوق قاعد شفتني قدامك يعني. يعني اللي ركل ما قمت اقدر اطلع. شنو كل ساعه يسمعني حكايه شكل. كل ساعه شو يريد منك يسمعك حكايه؟ يريد يعني غير شغلات يسمعني على اهلي. على يعني شغلات ما تسولف يعني شنو يريد يعني تطلع بغير طريق. كلبتشون وخذوني للمركز، رحت للمركز هناك انا 16 يوم ماكل بالمركز، والباكستانيين يا هو اللي تروح له تقول له قل انا شيخ ما علي شيء، انا انطيت فلوس للمختار وانطيت فلوس للجماعه ذولا حتى راح يشوفون لي نسوان عراقيات اتزوجهم. طلعوني من مكاني، زاحوني، سووا لي يردوني، ذبوني بالسجن، اقول لهم علي من يقولوا لي مادتك شو اسمه 39 بس يقولون لي شو مسوي خاله؟ قالوا 39 مادتك وذبوني ويا مره هي هاي المهجره، وبعد دعوا عوايل على اساس 50 بيت بعد وياي مو بس انا طلعوني بكفاله، بعد ما ادري بالعالم طشر كل من حاله بحاله، طلعت ما اندل حتى وين اروح، شو مسوي ما سلاعدنا تمكين ونقولي والله هاي المره هم زين رجال غريب، قالت هذا رجل غريب وعيالي غرب، هذا البيت قاعد بيه على ما تلقين لك بيت ب10 ايام تلقين بيت، وين القى البيت؟
دورت لما طاح حظ حشاكم 200 هناك 250 ب 300. زين ليش طلعوكم منها؟ طلعونا على مود هذول، هي سووا علينا هاي التهمه على مود البيوت يعطونها للباكستاني. احنا بعنا الباكستاني، هسه تروح تسال يقول لك هذا بيت شو اسمه بيعته على الباكستان، وبيت ابني هم قبالي هم باع على الباكستان. انتم بعتوهم البيوت؟ بعناهن جبر غير جبرونا يعني، هاي صيتيه وصرنا بالسجن بعد شو تصير؟ يعني مره بسني رايحه بالسجن، لو تبيعين لو ما كنتي هسه اريد انا افرغ اروح لهم عيني مكسوره ما اقدر اطب المنطقه والله، اريد اقول لهم تعالوا يا هل طيته حبابي يا هل طيته شيء يا هل بعت عليه مثل غير يجي تخموا بل ورشي. التجول في أزقة هذا الحي مهمة بغاية الخطر، لأنه من الأحياء التي يسكنها المهاجرون من الباكستان ممن ينتمي أغلبهم إلى التنظيم المتطرف، وهم المتحكمون بمصير العوائل العراقية الساكنة بالقرب منهم. أنا زوجت من الناس الله شاهد ورسول، بس طبقوني للسجن. أكو واحد هنا مسوي له عركة بسببهم ويردون يطفرون عليها بالليل. هنا هم زين والدتها موجودة وهذا أخوي المقرم هم موجود، وحاسين بالوضعية وشاردين. يعني هذا العراقي هيك يصير بيه. دخلوني السجن شنو على مود ايش يعني شو مسوي؟ قاعده ببيت تدخلون السجن والله على مود بيوت تبيعونها للباكستانيين تحصلون بها فلوس هواي. هاي هي احنا بعنا ب4 وب5 وهم ما ادري بايش باعوا بعد ما ندري. يهيمن أنصار هذا التنظيم على أهم المناطق من جغرافيا النجف الأشرف، فينتشرون عند المداخل الأمنية المهمة من المحافظة، ويتمتع قادة التنظيم بدعم مالي من جهات ذات نفوذ مؤثر في القرار السياسي في النجف الأشرف. يابا من مقعدكم والله يقول احنا شيخ اللي يدعمنا، شيخ هو هذا اللي كان مجلس المحافظة. المختار يومية كاتب له مسوي له لائحة على العالم، وهو دبانا سجن 13 يوم لا ماكلين ولا شاربين. قوة تعال وقعوا تعهدات تبيعون بيوتكم للباكستانيين. طلعنا بالنهاية طلعنا القاضي من السجن، قام النواب المختار علينا كل ساعة جايب له دورية بدون أمر قبض يهدد بينا. يابا من اللي هاي مسانده عقيد ونقيب اللي مدير مركز الغريب اللي متعاونين ويا الباكستانيين على العراقيين. احنا 15 عائلة كاتبين علينا دعاوى كيدية طاعنينا بشرفنا وماسينا. زين احنا نريد الحكومة تسوي لنا حل، يعني الباكستاني مفضل زيد من العراقي. تنتشر هذه الحركة وأخواتها في المناطق الفقيرة من العراق، والتي يغالب سكانها الحياة بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي فيها، فتبدأ بدعوة دينية لهذه الأفكار وتنتهي بحمل السلاح للخوض في ميدان الإرهاب. التقيت بهذول الجماعة على أساس أنه كانوا يبشرون بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فانتميت لهم وصدقتهم. فقلت لهم أريد أشوف الإمام، ودوني إلى رجل وجهه نوراني في بادئ الأمر، فسألته بعض الأسئلة قلت له شنو يثبت أنه أنت الإمام المهدي، على أساس طعني دليل بأنه يسجد الشجرة يقولها سجدي تسجد إليه. ثبت لي بالأخير أنه طلع الكلام ماله كذب، وبدليل أنه يقول أي واحد ما يواليكم بالنجف وما يناصركم اقتلوه. نعم، فالإمام المهدي ما يحرض على القتل. نحن نعتقد أنها نمت وفي أحضان المخابرات الأمريكية وفي أحضان المخابرات الإسرائيلية، واستطاعت يعني نوعا ما أن تشغل الشارع العراقي بهذه الظاهرة، ولكنها الحمد لله لم تستطع أن تكمل هذه الخطة بإسقاط النجف الأشرف. الدعوة لإنقاذ العوائل المستضعفة في هذه المناطق تأتي لإنقاذ من بقي أسيرا بيد المجموعات الباكستانية المهيمنة على المنطقة. يعني يقبلون الأخوة أصحاب الغيرة الشرفاء، أنا أختكم وهم عراقية بغيرة الزلم اللي عندها غيرة توصل مشكلتي إلهم ويجون ويشوفون سالفتي شنو. يعني أنا مرة متزوجة براس رجال يصير أتزوج باكستاني لو ماكو أشر داني وجهالي وعائلتي.
الموضوع ايش قد ما نقول عليه كبير فهو كبير جدا ويحتاج الى وقفه جديه من قبل الجميع، احنا حتى نعرف تفاصيل اكثر ونفهم الموضوع وحقيقه وابعاد هذه القضيه تنضم لنا السيده اسيل الطلقاني عضو مجلس محافظه النجف الاشرف. مرحبا سيده اسيل. اهلا وسهلا ستنا العزيزه، اهلا ومرحبا. حياك الله. بكم ومشاهديكم. حياك الله. ست اسيل شفتي الموضوع، هل لديك معلومات عن ما يحدث في النجف؟ حقيقه استاذ سعيد اولا بس انا سمعت التقرير يعني جزء من عنده، حقيقه اول مره اسمع بهذه الحادثه موجوده في المحافظه. نعم. سمعتها من خلال يعني حاليا من الهاتف، يعني ما اعرف لحد الان تداعيات الموضوع، يعني هذه الاسر على اي اساس تهجر من داخل المدينه؟ يعني هناك مثلا اكو اثباتات قضائيه ضدهم، مثلا اكو تداعيات ثانيه سياسيه. هو الموضوع نعم ست اسيل من خلال تقريركم يعني. نعم، اول شيء هي مو حادثه واحده، هي حوادث لانها عوائل باكملها، هذا اولا. ثانيا الموضوع مو اليوم صار اليوم وامس، صار له فتره وعوائل كثيره، مدينه حي باكملها، حي الشوافع. نعم سمعي، انا احاول اعلي صوتي حتى تسمعيني بشكل اوضح. اولا هو مو حادثه، حوادث، وهي حي باكمله، حي الشوافع باكمله، يعني احنا مو حاله واحده صارت وانما عده حوادث رصدناها على مدى الايام السابقه. هاي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه الموضوع مو تهجير بقدر ما هو اكو ناس جاي يغصبونهم، اكو مجموعه متطرفه دينيا جاي تجبر نسائنا العراقيات على انه يطلقون من ازواجهم ويتزوجون باكستانيين، يعني هل قد احنا اعراضنا صارت مستباحه بحيث يجون باكستانيين يتجاوزون على عرضنا وشرفنا؟ وست اسيل يعني ما كلمه انه ما تدرون كارثه، على يعني هاي يمكن نعاتب بها بغداد، يمكن يقولون احنا ما ندري الحكومه المركزيه، لكن محافظه النجف وما تدري صعبه. يعني حقيقه احنا يعني انا اول مره اشوف هذا التفسير، يعني اسمع من خلال الهاتف. نعم. اذا اكو شيء يعني داخل المحافظه من خلال تقريركم، هذه الامور نسمت بالصمت الحاله الانسانيه اللي تعيشها المحافظه. طيب. ثاني شيء نحن اعضاء مجلس محافظه ابوابنا مفتوحه، يا حبذا من خلالكم بين الناشد هاي العوائل، يعني احنا نناشد ومو ما يناشدونا، لان يجون يطرحون مشاكلهم يمنا، لان يخافون ست اسيل. يعني رقيه اكبر مسؤول داخل المحافظه نحن جهه رقابيه عليه. نعم. اي مشكله اي منظوميه موجوده داخل المحافظه احنا نتبناها وان شاء الله. نعم. يعني ما يضيع اي حق موجود داخل المحافظه. طيب ست اسيل، هم يخافون يجون، هم حكوها تطرقوا لهذه القضيه، يخافون لانه اكو جماعات موجوده يوم اكو ناس عايشين وياهم باكستانيين اضطرت ان تتزوج باكستاني والا يتهمونها يا اما هي تكون ارهابيه او عندها مخدرات او عندها اعمال فاحشه. طيب انتم روحوا لهم، هي حي الشوافع تبعد كيلومتر عن مرقد الامام علي عليه السلام، روحوا انتم كجهه عليا، زوروهم، سألوا، طرقوا الابواب وشوفوا شنو القضيه. يعني اتمنى الجهه اللي مثلا حاليا اللي جاي تتخذ هيك اجراءات اتمنى تبلغونا بها، يعني حقيقه احنا نحب الان التقرير عندي غامض، لان ما اعرف الجهه اللي هي متبنيه الموضوع اللي جاي تفجر هاي العوائل، لان احنا حاليا يعني كل الطوائف موجوده داخل المحافظه، يعني احنا عندنا ابناء الفلوجه جاي نرعاهم رعايه ابناء النجف، عندنا ابناء الرمادي، فكل احنا يعني نعتبر يعني مدينه حاضنه لجميع الديانات، فما في طائفيه داخل المدينه. ست اسيل القضيه نعم ست اسيل انا احكي وياك بشيء. نعم ست اسيل انا الحين بموضوع انت الظاهر فهمتي الموضوع مو بس التهجير، اكو قضيه اكبر. التليفون كلش بعيد الصوت. اي نعم. طيب ست اسيل احنا راح نبقى متواصلين نوصل لك الفكره، واتمنى انه يوم نعم. غد احنا تنعاد الحلقه الساعه 11، اتمنى انه كل اعضاء مجلس المحافظه يتابعون التقرير ويروحون الى حي الشوافع ويشوفون شنو القضيه، اعراضنا مو لعبه حتى يجون ناس باكستانيين من خارج البلد وتكون مستباحه بهذه الطريقه. شكرا سيده اسيل الطلقاني عضو مجلس محافظه النجف الاشرف، احنا راح نبقى متابعين لان هذه القضيه كبيره، هاي لو بغير بلد يعني البلدان تسقط باكملها، الحكومه تسقط باكملها، ما معقوله تمر مرور الكرام تجي جماعه متطرفه من خارج العراق وتجي تستباح، هم تهجرنا وهم تضيعنا وتجي تستباح نسائنا واما ترميهم، معناتها اكو تجبرهم، معناتها اكو جهات حكوميه متنفذه مسيطره مع هذه الجماعه المتطرفه.